تعالوا نعمل مع بعض احلى اندومي في البيت، بدل ما اولادنا يشتروه من بره نعمله لهم في البيت وياكلوه، يبقى انضف وصحي احسن من بتاع بره ده، عشان ساعات بنلاقي فيه حاجات مش حلوه. اول حاجه هتجيب حله فيها ميه سخنه كده بتغلي على البوتاجاز، وتنزلي عليها بمعلقه من الملح، وتنزلي عليها بالمكرونه الاسباجيتي بتاعتك تكوني مقطعاها كده حبه، تسيبيها سليمه زي ما هي اللي انت يريحك يعني وكده. تنزلي بقى فيها كده لحد ما تتسلق معاكي كده 3/4 سوا، متكونش مسلوقه معاكي كليا. بعد كده هتطلعيها على مصفى كده، وبعد كده تجيبي حله تانية وتنزلي فيها بميه. اول ما تسخن معاكي بقى نسيبها تسخن على البوتاجاز، وتجيبي بقى حاجه يعني طاسه صغيره كده او حاجه تحطي فيها معلقه كده من الزيت، وتنزلي عليها بمرقه من الدجاج. شوفي بقى انت حابه تحطي طعم ايه بقى، عايزه فراخ خضار كده، المرقه اللي انت تحبيها تجيبيها وحطيها. انا حطيت مرقه من الدجاج وبابريكا وكركم وملح وفلفل اسمر، وغسلت بيهم كده على البتاع. اول ما ريحه البهارات طلعت تقفلي عليه على طول، اول ما ايه ريحه البهارات تطلع. بعد كده الميه بتاعتنا لما تسخن تنزلي عليها بالمكرونه كده، يا دوبك ايه تاخد غلوه كده، تكمل سواها بقى، وتنزلي عليها بالبهارات او باللي هي طشه البهارات بالزيت دي، وتنزلي عليها كده وتقلبيهم في بعض. واول ما تستوي معاكي تبقى كده ظبطت معاكي. اهم بص، انا بحب ميه الاندومي تكون كتير، لو انت حابه ميه صغيرين هتقللي في كميه الميه اللي انت هتكملي سوا المكرونه فيها. وكده يكون جاهز معانا الاندومي. تعالى ندوق. انا بحب ميه المكرونه الاندومي تكون كتيره. انا بحب احط اضافه دي بقى من عندي خل وعصره ليمونه كده واكلها. وكده جاهز معاكي. متنسيش تعملي اشتراك ولايك للقناه.